أول الشهادات اللي يتم تخفيض الفايدة عليها مباشرة بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي، فتابعونا بقى للآخر لمعرفة جميع التفاصيل. السلام عليكم أعزائي متابعي قناة بنوك مصر. قبل ما نخش في موضوع الحلقة بنستأذن حضراتكم لو بتتفرجوا علينا ولسه مش مشتركين في القناة تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا خاصية الجرس على الكل عشان يصلكم كل الأحداث والحلقات الجديدة خلال الفترة الجاية، لأنها مهمة جدا زي ما حضرتك شايف. وطبعا أهم حاجة ما تنسوش تدعمونا باللايك على الحلقة. خلونا بقى نخش في موضوع حلقتنا على طول. وطبعا أغلبنا تابع يوم الخميس اللي فات قرار البنك المركزي بتخفيض معدلات الفايدة 100 نقطة أساس 1%، وده التخفيض الثاني في 2025 بعد التخفيض الأولاني 2.25% ليصبح إجمالي التخفيض 3.25%. فأول الشهادات اللي تم تخفيض الفايدة عليها أو مباشرة بكرة يوم الحد هتلاقي البنوك أعلنت الفايدة الجديدة على الموقع بتاعها، ومن خلال الصفحات بتاعتها ومن خلال الفروع هتعلن تخفيض الفايدة 1%، نفس النسبة بتاعت البنك المركزي على الشهادات المتغيرة. الشهادات المتغيرة اللي احنا دايما ننصح الناس ما تعملهاش لان هي بتتأثر مباشرة بقرار البنك المركزي ونتائج اعمال البنك. فالشهادات المتغيرة اللي ماشية مع القرار هتتخفض نفس النسبة بتاعت البنك المركزي 1%. على سبيل المثال الشهادة البلاتينية بتاعت البنك الاهلي المتغيرة اللي هي لمدة 3 سنين، العائد عليها لما تخفض اول مرة بعد ال 2.25% فكان 25.25%، وممكن تخش دلوقتي تلاقيها 25.25%. الشهادة ديت هتتخفض بكرة او بعده بالكتير 1%، نفس النسبة بتاعت البنك المركزي هتبقى 24.25%. والعائد على الشهادة ديت بيصرف كل 3 شهور عائد ربع سنوي. والشهادة دي الحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفات ال 1000 جنيه، وطبيعتها متغيرة وبتجدد. متغيرة بتتغير زي ما احنا شايفين مع قرار البنك المركزي مباشرة، وبتجدد يعني بعد انتهاء مدة ال3 سنين البنك بيجددها لمدة 3 سنين تانيين على نفس الشهادة متغيرة على حسب العائد اللي موجود ساعتها. طبعا الاقتراض متاح على الشهادة دي، والاسترداد أيضا متاح عليها بعد مرور 6 شهور. نفس الكلام على الشهادة بتاعت بنك مصر، سواء الثلاثية اللي هي بعائد برضه ربع سنوي كل 3 شهور هتبقى دلوقتي 24.25% وبحد أدنى 1000 جنيه، وبرضه متغيرة وبتجدد، والاسترداد والاقتراض متاح عليه. وأيضا الشهادة اللي بعائد يومي في بنك مصر اللي طرحها مؤخرا شهادة يوماتي، أول ما اتطرحت كانت ب27% واتخفضت 2.25%، وهتتخفض دلوقتي 1% بتاعت البنك المركزي. ايضا الكلام ده هيسري على الشهاده بتاعت البنك العربي الافريقي اللي بعائد يومي. واغلب الشهادات اللي في البنوك اللي بعائد متغير وطبيعتها متغيره وماشيه مع قرار البنك المركزي هيتم تخفيض الفايده عليها 1%. فشوف انت عامل اي شهاده بقى في اي بنك بفايده متغيره، في بنك مصر، في البنك الاهلي، في البنك العربي الافريقي، في بنك الكويت الوطني اللي كان فيه اعلى الشهادات المتغيره في اي بنك، هتلاقي الفايدة بتاعتك من الشهر الجديد هتاخدها ناقص 1% بتاعت البنك المركزي لحد بقى حين إشعار آخر اللي هو اجتماع البنك المركزي اللي جاي اللي هيبقى في شهر 7. هنشوف هل هيتم تخفيض الفايدة تاني للمرة الثالثة في 2025، ولو حصل برضه هتتأثر الفايدة بتاعتك على الشهادة. حصل تثبيت الفايدة هتفضل زي ما هي على 24.25% مثلا لو هي 24.25% في البنك بتاعك لحين إشعار آخر. لو حصل العكس تماما وده مش متوقع ان البنك المركزي يرفع الفايدة مثلا 1% تاني، الفايدة بتاعتك هترتفع 1% على الشهادة، ومن الشهر الجديد تاخدها مرتفعة 1%. فهي ماشية مباشرة مع قرار البنك المركزي، رفع بترفع، خفض بتتخفض، ثبت بتفضل ثبت. بس يا سيدي ده كده كان كل موضوع حلقتنا النهارده. اتمنى طبعا يكون الحلقه نالت اعجاب حضراتكم واستفدتوا منها ولو استفاده بسيطه. ما تنسوش طبعا تنزلوا تشتركوا في القناه وما تنسوش اللايك على الحلقه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده. شكرا.